السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم شيوات سهلة مع مريم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن حال وانتم كتشاهدوه وتكونوا في تمام الصحة والعافية. الفيديو ديال اليوم غيكون عبارة على وجبة خفيفة على السريع، الباستيشو او الكوزامية. وجبة سهلة وسريعة كما تلاحظوا معايا. عندي هنايا البطاطا اللي مقطعة على شكل شرائح وتكون يعني بسمك غليظ، لانني هنا غادي نسلقها نص سلقة. من بعد غادي ندخلها الفران، فاذا كنتو بغيتو نتوما تقليوها فلكم الاختيار. انا هنايا فضلت انني ندخلها الفران. كما شفتوا درت ليها الملحه، 2 معالق كبار ديال الخل. غنخليها واحد شويه هكا في الماء، تقريبا واحد 5 دقائق. من بعد غادي نصفيها من هاد الماء هذا وندير لها ماء يعني نص صنبور ماء اخر، وغادي نوضعها تسلق. هنا عندي صدر الدجاج على حسب الكميه او عدد الاشخاص. انا تقريبا عندي 200 غرام ديال صدر الدجاج، او يعني اللي كان متوفر عندكم، سواء لدند او الكفته، يعني على حسب اللي متوفر عندكم. بالنسبه للحوم كتضيفوا اي حاجه. هنا عندي شويه ديال الثومه كما شفتوا هنا، كنحتفظ بها. يعني كنطحنها وكنديرها في البواطه ونحتفظ بها في المجمد. درتها مع شويه ديال الملحه، وغنضيف شويه ديال الابزار. هادو هما التوابل اللي غادي ندير، وشويه ديال زيت الزيتون باش غادي نشحر هاد الدجاج هذا. صافي هنايا غادي نشحر الدجاج. من بعد غادي ندوز باش نصفي البطاطا ونردها باش تسلق، ونكملوا باقي الوصفه. كما شفتوا هنايا رديت الدجاج باش نشحرو. بالنسبه للبطاطا فانا صفيتها وضعتها في كاسرونه وخليتها يعني طيب فوق البوطه. من بعد ما غادي تغلى ليا تقريبا 2 دقائق، صافي كنحيدوها من النار، كنصفيها في واحد المصفات. من بعد كنتبلها بالتوابل اللي بغيتو. صافي غادي نستمر نشحر هاد الطريفات ديال الدجاج. من بعد غادي نصفي البطاطا ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه. فراه كتجي رائعه الوصفه، ودغيا دغيا كتوجد في اقل من ساعه كتكون وجدات. هنا بالنسبه للبطاطا بعد ما طاب صفيتها. هنا وضعت ليها شويه ديال الزعتر وشويه ديال القزبر حبوب. هنا المقطع ما تصورش ليا. وضفت هنايا الزيت في الاول. بالنسبه للملح فانا درتها من الاول، يعني فاش تسلقات درت ليها شويه ديال الملحه. غادي ندخلها دابا للفران من بعد ما غطيب ونخرجها. هنايا غندوز باش غادي نحضر معكم الصلصه البيضاء، او يعني البيشاميل. هنايا عندي الزيت ومعلقه ديال الدقيق. بالنسبه للزيت تقريبا 3 المعالق ديال الزيت. تقدروا تعوضوها بالزبده، انا هنايا فضلت يعني نستعمل حاجه صحيه، وانتم كتبقى على حسب الذوق ديالكم. هنا غادي نضيف شويه ديال الزيت. بالنسبه للزيت فكتضيفوا الكميه اللي غادي يعني تطلق لكم فيها هكا الدقيق كما شفتوا. وغادي نضيف كاس ديال الحليب. وصافي هنايا غادي تكون صلصه البيشاميل عندي واجده. في الاخير غادي نضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، طريقه يعني ديال الكوزه الا كانت عندكم. ولا ما كانتش ما تقدروا تستغناو عليها. صافي هنايا من بعد ما كنحرك شويه هذاك الدقيق، غادي نكب عليه كاس ديال الحليب ونستمر في التحراك حتى تعقد عندي الصلصه. هنا صافي الصلصه راها وجدات كما كتشوفوا، بدات كتعقد. تقدروا تضيفوا كذلك شويه ديال الزعتر محكوك. صافي هنايا غادي ندوزو باش غادي نقدموا الوصفه. البطاطا من بعد ما طابت كما شفتوا تحمرات. غادي نوضع في هذا اللي غامكه. هنايا عندي مول كبير كيسع يعني 2 اشخاص او 3. صافي غادي نضيف شويه ديال البيشاميل هو الاول، وغادي نضيف عليه البطاطا. من بعد ما تحمرات كما كتشوفوا فراه كتجي رائعه في الفران وكتجي صحيه. كما كتشوفوا فيها هذاك الزعتر، راه ضفت ليها الزعتر وشويه ديال القزبر حبوب. تقدروا تنكهوها باي حاجه بغيتو، او بالبودره ديال الثوم، كذلك البودره ديال البصل، فراه كتجي رائعه. صافي هنايا وضعت البطاطا. غادي نوضع طريفات ديال الدجاج من بعد ما تشحروا ليا كما كتشوفوا. تقدروا تضيفوا كذلك لدان فيمي، الكفته، يعني اللي كان متوفر عندكم كما سبق لي واشرت، او السوسيس. فكتفننوا يعني على حسب اللي متوفر عندكم. انا هنايا يعني اكتفيت غير بالدجاج. ودابا غادي نضيف البيشاميل هي الاخيره. من بعد غادي نضيف الفرomاج. تقدروا تضيفوا طبقه ديال الفرomاج
مربعات ديال الساندويتش وتضيفوا عليه البيشاميل. من بعد تضيفوا الفرماج محكوك موتزاريلا او فرماج شيدر اللي كان عندكم، فراه هي كتجي رائعه، بالخصوص اذا كان هكا الفرماج فكتجي معلكه. هنا بعد ما قديت الوجه ديالها هاك وفرقت عليها الصلصه ديال البيشاميل، غادي نوضع الفرماج محكوك، غادي ندخلها الفران فقط تكراتينا، يعني راه كلشي طايب، غير غادي يذوب ليا داك الفرماج وتحمر وصافي. غادي نخرجها وغتكون الوجبه ديالنا صافي وجدات. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالتنا. كما كتشوفوا فمن بعد ما كتكراتينا كتحمر فكتجي معلكه، كتجي رائعه، وجبه خفيفه صحيه غنيه، يعني كتوجد على السريع. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من اللايكات ومن التعاليق الزوينه ديالكم، واسمحوا لي على طول الغياب، فكانت لي ظروف. كنتمنى انني نكون عند حسن ظنكم كما تكونوا عند حسن الظن ديالي بالتشجيعات ديالكم. كنضرب لكم موعد الى فيديو جاي ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. مع السلامه.